تصريح خطير من مدرب الزمالك فيريرا بعد خسارة الزمالك من فاركو بالتلاتة. قبل ما نبدأ عطر فمك بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله. فيريرا يفضح مرتضى منصور وقال أن السبب الأول في خسارة الزمالك هو التخبط الإداري في نادي الزمالك، وبسبب ما يفعله مرتضى منصور والأزمات المالية داخل النادي وعدم قيد اللاعبين الجدد. ولقد أجبروني في العودة من جديد لتدريب نادي الزمالك لعدم قدرة الزمالك على دفع الشرط الجزائي، وأنا قبلت هذه المهمة. فهم أعطوا لأسامة نبيه الحرية في تشكيل الفريق وهو من أدار المباراة على الخط، فالكل كان ينتقدني أنني ألعب بطريقة 3-4-3، لعب الفريق بطريقة 4-3-3، وبرغم كل هذا خسرنا بالتلاتة. فمرتضى منصور هو سبب كل ذلك، فهو باع نصف اللعيبة وباع إمام عاشور أيضا، مع أني كنت غير راضي على ذلك. ولم يجدد عقد اللاعبين في الموسم الماضي أشرف بن شرقي وطارق حامد وأبو جبل. كل هذا أثر بالسلب على الفريق. الفرق واضح بين الأهلي والزمالك. إدارة الأهلي توفر نسبة النجاح 90% و10% الباقية على المدرب. الأهلي منظومة احترافية على أعلى مستوى على عكس الزمالك تماما، في رعاية الله وحفظه.